حبايب قلبي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ النهارده حبيت اعمل لكم. جينا كده قاعدين زهقانين وعايزين نشرب كوبايه شاي، واولادي جم قالوا لي، قلت لهم خلاص تعالوا معايا نعمل مع بعضينا صينيه كيكه باقل التكلفه وبحاجه بسيطه جدا. الكيكه بالذات فيه تنوعات فيها وحاجات كتير. تعالوا معايا يلا واوريكم نبتدي ازاي. سمي الله. ماشي، يلا دي معايا 3 بيضات اهم. ننزل عليه كوبايه من السكر، نقعد نضرب كده بالمضرب وعلي السرعه بقى بعد شويه. وادي الفانيليا حسب ما انت عايزه. شويه لبن، ساعات كتير عشان يبتدي ان هو يطرش. كده شكرا ليه. نقلب كده تمام. ونص كوبايه زيت، انا ما خدتهاش كلها. تمام، ونقلب كويس نقلب كويس. ونجيب الدقيق ونعمله بقى 2.5 كوباية من الدقيق. هننخل دي اهي، نجيب لسه 1.5 كوباية تاني. يلا وادي الكوباية التانية. تمام، بس دي ما جاتش مليانة اوي، هنملى في النص. وادي نص الكوباية التانية، عشان الكوباية التانية ما كانتش مليانة قوي وحطينا شوية زيادة عليها. ودي معلقة البيكنج باودر. كده تمام، لحد كده تمام، مفيش اي حاجة. هنقلب بقى كويس. بسم الله، ونستغفر كده ربنا ونسمي الله. لو عملنا بالمضرب الدنيا كلها هتتبهدل من حوالينا. فأهم حاجة نتأكد إن مفيش أي تكتلات. بس يا جماعة اهي وبتحطي برضو وانتي بتضربي البيض كده مع الفانيليا، وبحطي معلقة خل تديها هشاش، تبقى جميلة. ولو في كاكاو او كده بنلغي خالص، بننقص النص كوباية دي ونحط بدلها كاكاو. تمام، نجيب صينية مدهونة بالسمنة بتاعتنا. انا جايباها اهو صينية، واحنا نازلة بالكولا كده. ممكن تعمليها بقى بالفانتا باللبن حسب ما انتي ما عايزة. صوت يا حبايبي.
استاذ هشام هو اللي عامل لنا ايه قلق. بس ايه اهم حاجه ما ننساش نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، نستغفر ربنا، ونسمي الله، نرجها كده ونبتدي نهبط كده عشان نطلع اي هم. سويها على درجه 200 ونسيبها في الرف الوسطاني. هتاخد من حوالي من 30 دقيقة ل45 دقيقة حسب الفرن بتاعك. تمام، اسويها واوريكم. يلا يا جماعة ادي هي الحمد لله. برضه عشان اكد لكم اختبرناها اهو، مفيش حاجة طالعة معانا وهشة وجميلة ازاي. تهدى بس ونقطعها. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا قطعت منها خرطة اهي، هي دي هيبقى لها 10 دقايق. بصوا هشة ازاي، بصوا جميلة ازاي. لسه لما تهدى شايفين اسفنجية ازاي جميلة وعلى قد الايد في كل حاجة، مع كوباية شاي. بجد بجد تحفة. ما تنسوناش في اللايك، ما تنسوناش في اللايك وتفعلوا الجرس واشتركوا معانا في القناة مع حازم وشيماء، واستنوني في اي وصفات جديدة. سلام بقى لحسن هشام، بص شافوا الكيكة عايز ياكلها وهي سخنة كده. باي باي.